السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو غير اي فيديو سهل جدا لكل المناويد المبتدئة. كل واحدة مش عارفة تعمل فطير، مش عارفة تفرد، مش عارفة ترج، مش عارفة تعمل العجينة نفسها، مش عارفة تعجن، مش عارفة تظبط عجينة الفطير. لا، النهاردة هعمل لك فطير بدون عجن، بدون دقيق، بدون ملح، بدون مية، بدون فرد، بدون رج، بدون اي حاجة خالص. وهتعملي فطير ازاي يا ندى؟ فين العجينة؟ يلا بينا هوريكم السر بتاعي. العجينة بتاعتنا اهي. هتجيبي جلاش، بس هنعمله فطير حلو. هتعمليه ازاي يا ندى؟ اديكم هتشوفوا معايا في الفيديو. النهارده كده هعمل لكم فطير حلو بالكاسترد، وكمان ممكن تعملوه انتوا حادق بلحمه مفرومه، جبن، اللي حابينه. وطبعا محضره الكاسترد معايا كوباية لبن، حطيت عليها معلقة كده من الكاسترد على كوباية اللبن، والسكر حسب الطلب يا حلوين. شايفين الحركات والتكات؟ النهاردة الفيديو حلو، فهعمل لكم الفطير الحلو. وطبعا اللي عايز يحشي حادق، لحمة مفرومة، عصاج، فراخ، اللي يحبه قلبك اعمليه، ولا تستخرصي في اي نفسك وفنني كده في المطبخ. يلا بينا يا ندى نشوف التركات. يلا بينا معايا كده اهو. الجلاشة بتاعتي هناخد اول واحدة بالشكل ده كده وهي جنبنا، وهنمسك كده سم، وصلوا كده على حبيب المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. هنعمل النهاردة شوية فطير كده، ومش بالفرن، لا، هنعمله على البوتاجاز بدون فرن، لكل الناس اللي مش عندها فرن. تعالوا كده نوسعه عشان نحط طبق السمنة بتاعنا علشان الفيديو كده يسهل معايا اهو. طيب دهنا أول ورقة معايا، هبتدي أضيف عليها الورقة رقم كام؟ 2، واديله أهو. صلوا كده على النبي. فردتيها يا ندى؟ فردتها وبقت زي الفل. هندهنها تاني، ما تخليهاش يتلكلك بأي شكل. افرقي كده أهو الجلاش اللي من تحت وادهني. يلا بالشكل ده كده كويس بالفرشة بتاعتك بالشكل ده. طيب التالتة بقى هدهنها وهي هناك كده اهو، وهنديها دهنة بالشكل ده. يا حلويات ويا تركاتك يا شيف ندى. جات لي تعليقات كتير لكل البنوات دي اللي عايزة تعمل فطير. انا هسهلك الفطير. مسكت كده ادي دي رقم 3، تنيتها كده، خليتها متنية بعد ما تنيتها، بعد ما دهنتها. وهبتدي كده اضيفها نصها كده على الجلاش بتاعي، ونصها من بره اهو. وهبتدي بعد كده اضيف الكاسترد، 3 معالق من الكاسترد بالظبط يا جماعة، في النص كده اهو بالشكل ده. شايفين التركات؟ وهبتدي كده اعمل كده حاجة بسيطة، ما تفرديش. وهبتدي يلا اغطيها بالشكل ده. سهل الموضوع، سهل الموضوع. نديله كده تركاية بس صغيرة، ويلا بقى نكمل تطبيق الفطيرة بتاعتي. هبتدي يلا كده وانا بتنيها. انا في حتة هنا، لا، انا وانا بتنيها هخليها تتني معايا. ازاي يا ندى؟ بالشكل كده اهو، كده اهو. انا شايفاها متنية اهو، علشان اضمن ان الحشوة بتاعتي مستحيل تطلع بره، متحكمة ومسيطرة عليها تمام التمام. هجيب يلا التانية كده، وهروح كده اهو، وهروح اجيبها بالشكل ده، وخليتها اتنت برضو من الناحية التانية. برافو برافو. ويلا كده نديها دهنة، حاجة بسيطة برضو كده اهو. يلا الحتة دي معايا صغيرة، لكن الحتة دي كبيرة، ايوه احسن، عشان انا هعملها كده عشان اتنيها برضو من الناحية دي. فكل الحتت هتتني علشان الحشوة بتاعتك عمرها ما تطلع. وهنبتدي يلا نجيب دي كده اهو. ايه الجمال؟ فطير ولا مش فطير؟ سهل جدا جدا الفطير الحلو بتاعنا. شايفين الحركات والتركات؟ شايفين الجمال؟ ونبتدي يلا في الصينية البركة بتاعتي، وندهن الصينية كده بالشكل ده كده،
وهبتدي احطها، بس ما تنسيش ان انت تدهنيها برضو من فوق كده علشان ما تنشفش معاكي. اهو دهناها 100 100 100 100. ويلا بينا على التانية. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. عرفت الطريقة هتنفذي معايا بكل سهولة. هنبتدي كده. يلا أول طبقة معايا ونديها سمن 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 كده. اللي ما عنديش سمنة يضيف زبدة، اللي ما عندوش زبدة يضيف كده حبة زيت، بس الأحلى السمن، سمن يعني جلاش. ونبتدي يلا نضيف الطبقة التانية واديله. أهو يا حركاتك يا تركاتك يا شيف ندى يا زي العسل. شايفين؟ سرع كده ايدك هتلاقي الاكله تخلص معاكي وتكملش 5 دقايق. دي التانية. التالتة هنعملوها هنا كده. واديله 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 واديله. اهو 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 اهو. خدناشي ربع 5 دقيقة. هنعمل شوية فطير والناس كلها ما هتدراش اساسا ان ده جلاش، هتقول فطير حلو زي العسل. انت لو جدعة كمان لو بتحبيش مثلا تعملي حلو اعمليه حادق باللحمة المفرومة كده، عصجيها بفلفل الوان وتركات وحركات. هعمله لكم في فيديو لكل حبايبي عشان تمشوا معايا في الفيديو برضو خطوة بخطوة. ليه الفيديو الحادق لكن ده الحلو. الفيديو حلو فانا عملت لكم النهارده الحلو، ما هو الحلو للحلو. يلا بينا. عملت كده اهو. نديلها رشة كده سمنة المادة الدهنية. يلا دي اهو هتروح هتنيها كده وانا شايفاها اهو ان هي اتنت. برافو برافو برافو. يلا الناحية التانية كده اجيبها للاخر. انا شايفاها اهو ان هي اتنت اهو. شايفاها اهو تمام التمام. ندي يلا شوية سمنة 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 واديله. يلا كده وهروح عاملاها كده اهو. والناحية التانية بقى هي اللي هتغطيها كاملة بالشكل ده وظبطيها كده بالشكل ده. التركات دي الحركات دي الجمال ده واديله. شايفين؟ فطير حلو زي العسل. عايزة احلى لايك لوصفات ندى الشطورة علشان اعلى معاكم واعمل لكم فيديوهات زي العسل في سلسلة العجين بتاعة الفطير. النهاردة علمتك من غير دقيق، من غير عجن، من غير فرد، من غير اي حاجة، وعملنا احلى فطير في الدنيا كلها. طيب هنعمل ايه؟ تنسوش ان انتوا تدهنوها علشان ما تنشفش. اوعوا تعملوا كل الحاجات دي وتروحي تنسي تعمليها كده بالسمنة. ليه؟ عشان الجلاش بينشف. الجلاش لازم كده يبقى معاكي زي العسل. يلا نعمل تاني كمان. يلا بينا. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. إلا بذكر الله لتطمئن القلوب يا جماعة. تعرفوا كل ما تذكروا ربنا كده وانت شغالة بتعملي أي حاجة، بتذاكري وتطبخي بتعملي وصفات ندى الشطورة، هتلاقي كل حاجة زي العسل معاكي. أول طبقة عملناها بالسمنة كده زي ما احنا عارفين. نديله تاني طبقة. طيب يا ندى الجلاش ده أجيب كتاي على حسبك انتي. ده ب20 جنيه تجيبه نص كيلو هيعمل معاكي كمية زي العسل. زي العسل يا ندى. انا الكمية بتاعتي دي هي كيلو اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله. التانية. يلا التالتة هناك 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 واديله واديله واديله. ايه الجمال ده؟ ايه الحركات دي؟ ايه التركات دي؟ وطبعا انت لو حابة تعملي اي حاجة مش عارفة تعمليها انا هبسطها لك بكل سهولة واعلمك من الصفر واوريك حلول كتير ليها خليكي تعمليها بكل سهولة. ولما الناس كده تقول لهم ده انا اللي عاملاها يقولوا مستحيل ان انت تعملي الحركات والتركات، يقول لهم لا انا بتعلم من وصفات ندى الشطورة اللي زي العسل. يلا هضيف كده ايه الكاسترد بتاعي. طبعا انت ممكن تضيفي حاجات غير الكاسترد حلو. ممكن تضيفي شوكولاتة، ممكن تضيفي مكسرات مع الكاسترد ده كده هتخليها في حتة تاني خالص. المكسرات فول سوداني، شوية كده جوز هند، يعني كل حاجة كده متاحة ليكي 100%. نتني أهم حاجة دي نتأكد إن هي متنية. ليه؟ علشان الحشو عمره ما يطلع معاكي كده. ونروح كده. أنا شايفاها أهو يا رب تكون واضحة عندكم على الكاميرا أهي إن هي اتنت متأكد. يلا الناحية التانية. بسم الله الرحمن الرحيم.
كده انا بخصلها للاخر اهو، متنيه اهي، باينه اهي اهو. اتنت معايا الناحيه دي، نديلها كده رشه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على اجمل وصفه. الحلو للحلو يا جماعه. ونبتدي كده برضو كده، هتلاقيها عملت كده، دخلي صابعك كده هتلاقيها اتظبطت معاكي. ايه الجمال ده يا جمال، ايه الجمال ده يا حلويات يا تركات. ايه الجمال بتاع وصفات ندى الشطور. فطير حلو بدون عجن بدون فرد. هقعد اقولها لكم الفيديو كله. المبتدئه اللي عايزه تعمل فطير ابهريهم واعملي وصفات ندى الشطوره للفيديو ده. الفيديو ده مخصص ليكي. يلا بينا هنشيل كده الطبق بتاع الكاسترد علشان نوسع لنفسنا كده. اهم حاجه اتاكد ان فيه كده السمنه بتاعتك اهو بالشكل ده. وما تنسيش تدهنيها كويس 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 خالص خالص من فوق، اوعي عشان ما تنشفش معاكي. بصوا اللي قبليها، بصوا اللي قبليها ما نشفتش وطريه وطريه. قمر قمر يا جماعه، قمرين 4 قمرات. يلا كده عايزه احلى لايك لوصفات ندى الشطوره بقى، وفرحوني. بحب اخلص اللايكات اللي بتبقى على الفيديو. يلا بقى عشان نروح على البوتاجاز علشان نطيبهم برضو في الصينيه البركه بتاعتي. عندك طاسه اشتغلي، عندك جريلا زي اللي عندي اشتغلي، بس انا مش عايزه اشتغل بالجريلا عشان يبقى كلكم عندكم نفس الصينيه دي. في كل بيت عنده الصينيه دي، اشتغل زي. يلا بينا. النار عالية ونبتدي نحط الصينية بتاعتنا اللي زي القمر. ايه التركات والحركات دي. فطير حلو على البوتاجاز هنطيبوه وهنتلوه كده زي العسل، هيدوب في البوج ان شاء الله. بس اوعي تقولي سر الخلطة. السر ده عشان الناس اوعي ما هدوه كده، او الاسرة عندك عملتيه زي الفطير الحلو ده، قولي لهم ده سر هعمله لكم دايما ومش هخلي اي حد يعرفه. السر بتاع وصفات ندى الشطوره لاحلى فطير. وان شاء الله استنوا مني فيديو قريب هعمله لكم بحاتك ان شاء الله. النهارده حلو عشان الفيديو ايه حلو. صلوا كده على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده الفطير بتاعنا دايما بقول لكم على نار واطيه، على نار واطيه، عشان بيبقى فيه عجين من جوه عايز يستوي على نار هاديه خالص خالص خالص. لكن هنا مفيش عجين، هنا مسهلين الموضوع عليكي. فخليت النار عالية جدا جدا، وهبتدي كده واقفة عليه كده بالكبشة بتاعتي كده اهو، علشان ابتدي اقلب فيه بس ياخد وش من تحت. خلاص يلا بينا. هقعد استنى كده عليه لغاية اول ما ياخد وش من تحت نقلبه، اول ما ياخد وش تاني نقلب. ويلا بينا نشوف التريكات والحركات بتاعت وصفات ندى الشطورة. تنسوشي احلى لايك، واللي لسه مشتركش في القناة يشترك علشان يتفرج على باقي فيديوهات بتاعت ندودة. يلا يا ندى، يلا يا ندى، عرفتي منين؟ شايفين الحتة دي؟ الحتة دي بينتني ان هو عمل كده. يلا بقى نقلب، يلا بينا. بسم الله وصلوا كده على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام واديله. ايه ده؟ ايه الحركات والتركات دي؟ فطير بس ايه الطريقة بتاعته سر 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 خالص يا جماعة. تعالوا نشوفوا دي كده. والله عملت برضه، كلهم يبقى كده عملوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هزي كده الصينية بتاعتك ويلا نقلب دي. يلا بينا. الله الله في قلبك يا معلم. تاكل شوية كده فطير بس ايه بدون فرد ولا عجن ولا اي حاجة. صلوا كده على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا بصوا شايفين الجرمشة؟ شفتوا ازاي الجرمشة؟ الله الله الله. يلا بقى خلينا كده واقفين جنبهم، اوعي تمشي ولا تتلهي في حتة الوصفة هتبوظ. لا انت بدقيقة كده اقفي جنبيهم لغاية ما الوصفة بتاعتك تخلص. بصوا 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 على التركات والحركات وعلى الطبقات وعلى الحلويات. اللهم صل على النبي عشان هنحسد نفسنا بقى. الله 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 على التركات. الله. تعالوا نبصوا كده تاني. عمل من تحت، والله ما قفلت حتى اي حاجه ولا استنيت عليه. بصوا بياخد وش ازاي بسرعه. تعالوا ندوهم كده قليبه كلهم تاني. الله الله. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. قلت لكم النهارده فيديو حلو.
للحلو يا جماعة. بصوا دي ما جايش عليها النار قوي، فانا هعمل ايه؟ هسيبها كده اهو كده في النص عشان لسه هقلبها برضو. ودي نقلبها الناحية دي اللي ما جايش عليها النار خالص. قلبي كده وخلي الحركات والتركات كده معاكي زي العسل. يلا نقلب دي، يلا بينا اهو الجمال والحركات والتركات. تعالوا برضو يلا نجيب دي اللي لسه مجاش عليها نار كويس. هاخد دي وههزها كده ونجيب دي هنا كده اهو اهو اهو. يعني انت كده ساوي الاشكال. شايفين طبعا انتوا سامعين صوت الجرمشه من غير ما اتكلم. تعالوا كده نقلب دي عشان دي يلا تستوي. اللهم صل على النبي. صلوا كده على النبي في التعليقات واكتبوا لي عليه افضل الصلاه والسلام. اجمل وصفات ندى الشطوره من غير كلام. يلا نقلب دي برضو، يلا بينا. فطير والسر بتاعه فظيع، ارتفاعه في حتة تاني، جرمشته سامعينها كل حاجة كده قدامكم. اللي ما تعرفش تعمل كده الفطير هتعمليه في دقايق معدودة. والجرمشة سامعينها والصوت في حتة تاني خالص. اوعوا تنسوا كمان ان اللون ذهبي. ليه واقفة عليها؟ ما رحتش خالص في اي حتة، اقفي على الوصفة علشان تطلع بنفس الصفار دي بتاعة الحركات والتكات. اوعي تنسوا وتحكي زي وما تقلبيش. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. نديله قليبة تاني، اديله. ايه القرمشة دي؟ سامعين طبعا وانا بقلب، مستمتعين انتوا بالصوت. ان شاء الله هتستمتعوا كمان بطعم الوصفة لما كده تعملوها زي. بس اهم حاجة زي ما اتفقنا، اوعي تقولي سر الوصفة لحد، هزعل منك بجد. الوصفة دي للناس الشاطرة بس. اهو واديله دي قرمشة قوي. احنا ممكن نبدلها باللي لسه بيضة اهو. يلا كده هنقلبها وهنحطها كده في نص مكانها. يعني كده خدنا مكانها كده 10 دقايق. الله الله. بصوا القرمشة، لا 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 لا، القرمشة جوعتني وجوعتكم أكيد. ايه الحركات والتركات بتاعت وصفات ندى الشطور. بجد الفيديو في قلبك يا معلم. تحب كده تتفرج عليه لغاية آخره وتحط لايك لوصفات ندى الشطورة وكمان تعليق عشان تصلي فيه على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا جماله يا جماله. بصوا الارتفاع، شايفين الارتفاع؟ فطيرة دي ولا مش فطيرة؟ إلا ما تعرفش تعمل الفطير تعمل السر بتاع الفيديو ده. السر ده ليكي انتي وبس. اهو الله أكبر. شايفين الوصفة؟ بصوا كده الدرجة بتاعت ذهبي تحسوها ذهب مش ذهبي. حاجة كده عسل يا جماعة. وكاد من فرط الجمال وأذوبوا على الحركات. بصوا كمان، بصوا الجمال من جوه كده استوى. نقفلها تاني ويلا بينا. هطلعهم على طبق التقديم على طول طبعا. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه الجمال ده؟ ابتدي كده ازكيه بشوية لبن على الاطراف كده وزيهم في كل حتة. كل كده فطيراية حط عليها شوية لبن كده تتسقي زي العسل. يلا بينا كده على التالتة. طبعا ده ما خدتش الكيلو كله بتاع الجلاش، لا ده انا خدت نصهم بس. يعني دول ال6 دول بنص كيلو جلاش بس. اهو الله الله الله. تعالوا كده نضيف كده تاني هنا اهو. ايه الجمال ده؟ يلا كده على اخر واحدة ونبتدي نسقي. الله الله. بصوا بتشرب ازاي. طب ليه يا ندى انت بتضيفي اللبن؟ عشان تطرى كده وتبقى ايه عسل. اهو بحب احط كده انا على الاطراف علشان تطرى كده معايا. وهي طبعا بسم الله ما شاء الله عليها شربت اللبن شرب كده
عسل. يلا تمام التمام. طيب اللي بعديها هتضيفي ايه تاني؟ شوية سكر كده مطحونين، وهتضيفي كده المصفاية بتاعتي علشان هبتدي احط عليها السكر بتاعي بالشكل ده، وهبتدي رشة 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 كده حاجة بسيطة، رشة 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 كده حاجة بسيطة، رشة 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 كده حاجة بسيطة. اهو اهو، انا مش عايزة اكتر علشان شكل الفطيرة بتاعتي ما تروحش. اهو نضيف تاني اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، فيديو زي ما قلت لكم حلو للحلو، الحركات والتركات زي العسل. طبعا انتوا ممكن تضيفوا على صوص شوكولاته كده تدوها لخطوط، ممكن تعملوا كراميل. انا طبعا مكفيه بشويه السكر البودر، ولما زجتها لبن كفايه سكريات، هتخن يا جماعه اكتر من كده. الوصفه بتاعتي كده تكون جاهزه، هقدمها للاسره بتاعتي. وطبعا اوعوا تنسوا تقولوا، ما تقولوش لاي حد عن السر بتاعه الوصفه، ده فطير حلو. يلا بينا عشان نفتح الجمال ونشوف الحركات اللي من جوا. يلا بينا. ابتدي كده افتح اشوف اقرب واحده ليكم كده. صلوا كده على النبي. يلا. الله الله، ايه الطبقات دي، ايه الحركات دي، ايه الحشو اللي زي العسل. بصوا 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 على الطبقات بتاعت فطير بتاعنا. تعالوا كده نشوف تاني كده. اهو اهو، طبعا في قلبك يا معلم. اهو طبعا انا فتحت لكم كده الاطراف عشان نسمع الجرمشة، علشان نشوف الحركات والتركات، عشان نشوف الطبقات نفسها اللي من جوا. وبالهنا والشفا عليكم يا أحلى متابعين وصفات ندى الشطورة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.